بصوا انا هجوق اسمعك واحده. سمعت صوت التكسير ده؟ بصوا جمال البسكوت اللوز، صحي وجميل. يا ريت تجربوه. اهلا بيكم في اكله وضحكه. النهارده هنعمل بسكوت هش ومقرمش وريحته بتعطر المطبخ من اول دقيقه. جاهزين؟ يلا بينا. بصوا مكوناتنا بسيطه جدا جدا. 3 معالق سمنه بلدي تبقى طريه. لو مش عايزه تستعملي سمنه، عايزه تستعملي زبده، يبقى هيبقوا 4 معالق كبار بدل 3 عشان الزبده فيها نسبه ميه. نص كوبايه سكر بودره، بضايه واحده، نص معلقه فانيليا، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره برضو نشا، ورشه خفيفه ملح. وده هو المكون السحري بتاعنا. هنعمل بسكوت اللوز. ده لوز مطحون، هناخد كوبايتين لوز مطحون. يلا نشوف هنعملهم ازاي. اول حاجه هنحطها مع بعض السمنه، وهنحط السكر، وهنحط الفانيليا، وهنضربهم على سرعه قويه جدا. دلوقتي بصوا القوام بتاعها اهو. انا طبعا عامله معيار واحد. انا بصوا زودت ايه، بشر برتقان. دايما اعمل ايه قبل ما بحط الكميه دي؟ ما بحطش دول على بعض، بخلي البيكنج باودر والنشا ورشه الملح في الاول، وابتدي احط، لاني ممكن انا ما استعملش الكميه كلها. بصوا بقى اهو، بتبقى طريه كده عشان نفردها ونشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه. اهو هنعمل كده، وهنعمل نجيب الكيس اللي قلنا عليه عشان نقعد بقى نفرد بايدينا كده اهو. كيس من فوق وكيس من تحت، وهنعمله رفيع. لو عايزينه هش ومقرمش ما تخنوش الارتفاع البسكوت اهو. خلينا في الايه اللي يبقى تخين شويه، بلاش ترفعوه برده قوي عشان ما يتحرقش منكم. انت عايزه تديله شكل، ممكن ايه بنخرم احنا هنا وتيجي كده اهو. بصي هيبقى شكلها كده، ادي الشكل. نجرب واحده كبيره مثلا اهو، هنشيل الشكل ده. بصوا هنيجي بايدينا كده ونطلع. يعني بصوا عايزينها صغيره اعملوها، عايزينها كبيره اعملوها. بعد ما خلصنا تشكيل البسكوت بصوا شكله. طبعا طول ما انا بشتغل فيه بغطيه. انا عايزه اوريكم سمك الواحده بتبقى ازاي. ادي اهي. طيب انا بسخن الفرن، هسخنه على 340 350 درجه فahrenheit. في الوقت اللي بيسخن فيه الفرن انا هحط الصينيه في الثلاجه 10 دقائق لغايه ما يسخن الفرن. لما قعد في الفرن 22 دقيقه بالظبط، سبته خالص لغايه ما يبرد. وبعدين ادي شكله. بصوا شكله جميل ازاي وحلو. انا ايه طبعا ريحته، انا مش هقول لكم ريحته عامله ايه في البيت، انتوا لازم تجربوه. بصوا انا هجوق اسمعك واحده. سمعت صوت التكسير ده؟ بسكوت صحي. جربوه وهيعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. باي.